تعالوا معايا، عايزه اوريكم حاجه. استنوا. مصطفى بصوا، انا اخويا كفته اهو. هو ده مصطفى. قول لي اسرار الكفته، عشان انت والله العظيم بيشوي كفته احلى من الكبابجيه. تعالى بقى. ايه، بفرم لحمه سن. ايوه. ها، بتفرم لحمه سن. ها، بس بشيل منها الختم بس. بيشيل يعني إيه؟ يعني بتبقى لسه فيها دسم شويه. حلو. ما بنضفهاش قوي. تمام. اوكي، وبفرمها كلها على بعض. ها، مع بصلتين. يعني الكيلو مثلا ممكن. انا بعمل مثلا 5 كيلو او 5 كيلو، بحط عليهم بصلتين. يا ده معنى كده انتوا عارفين بصل يعني قليل. احنا لما نيجي نعمل كيلو بياخد نص نص بصلايه بصلاية مثلا، بالظبط. نص بصلايه. كمل. وبعدين حطيت النص بصلايه على الكيلو مثلا. ماشي. ايه وملح كمان؟ وفلفل اسود. اوكي، ملح وفلفل اسود بس. فلفل اسود بس. وبفرمهم كلهم وببيتهم متسيخين قبليهم بيوم في التلاجة. بيتهم متسيخين عشان ما يفكوش خالص. وما بيبقاش فيها ريحه بصل ولا بيبقى ولا فيها أي ريحه حاجه، عشان يعني البصل قليل قوي. البصل قليل. انا دايما بحس ان البصل اصلا بيدي ريحه وحشه جدا في التتبيل من قبل بليله، بس هنا ما بيحصلش كده. طب حلو، عشان ما وملح تفكش وفلفل بقى. أسود. بتحط بقسماط؟ لا، ما بحطش بتحط بقسماط. بيضه؟ بتحط لبن بودر؟ عيش فينو، بحط عيش ما فينو. ما بيحطش حاجه يا جماعه، والله ما بيحط حاجه ولا ولا بنحط اي حاجه. عشان ما تفكش حطيها في الثلاجه، بنحطها في الثلاجه من بالليل. بص باين انك هناك عندك كرش، بس انت مش شفتي؟ عندك كرش. عندي كرش عشان احنا عاملين كبير. كده، بس هو مش بكرش اهو. بصوا عادي. عادي. فما بنحطش حاجه، بصلايه ملح وفلفل. وصلنا لان احنا ما بنبيتها في الثلاجه عشان تمسك نفسها وتتشمع، ما صح؟ تفكش بقى وانا بشويها. حلوه ما قوي. تقعدش في اي تريكات بتعملها للكفته وانت؟ ما تبقاش النار، ما يبقاش الفحم عالي قوي. هوريكم الفحم دلوقتي. ما يبقاش. الفحم مش عالي قوي، عشان ما تتحرقش. وبعدين ما بشوفوش ما تبقاش بيهوي يا جماعه، ولا ماسك بيهوي طول النهار. انا بشوف الناس بتشوي هوي. ما بتهويش انت ليه؟ لا. ما بحط بيهويش. فحمه واحده تحت واعمل عليها اولعها واعمل عليها هرم من فوق كده، كله فحم مطفي. اوكي. يولع مع نفسه، وبعدين افرده يبقى كل النار متساويه في كل حته. اوكي. وبعدين اشوي بقى على نار هاديه، ما تبقاش تشوي النار كده على نار هاديه. ولا ماشي. بتفك ولا اي حاجه. طب انت حاطط فسيخ؟ ده فسيخ ده؟ فسيخ ولا حاطه في فسيخ يعني حاطه فسيخ ولا حاطه في الشبكه؟ بتاع الاطفال في الشبكه. اوكي. وهنا سيخ عادي بتاعنا احنا سيخ طيب عادي. يعني احنا معلش يا جماعه، هو الاضاءه عامله كده عشان احنا تحت الشوايه. احنا جوه بص، الشواية. ايوه جوه الشوايه، بس خش عليا كده. قولي. اهم التريكات ان اللحمه تبقى ساقعه على النار، على الفحم. الفحم مش عالي قوي، صح؟ تحطي اوكي. السيخ بتاعت الكفته وهي في الثلاجه، وبعدين تطلعيها تشويها على طول. حلو ساقعة، قوي. ما تسيبهاش بقى تفك بره ساقعه على النار على طول. مفيش بقى ميه وبصل وميه بصل وانت بتسيخ حط ايدك في الميه والبصل ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. كاتشب مهم قوي. ولا في لا في التاني ده الصويا صوص. فلا احنا ما بنحطش صويا صوص يا جماعه. الكبابجي ما بيعملش اي حاجه من دي. وريلهم الانتاج بقى. هوريكم بقى الانتاج. بصوا بقى، هو ده اللي هو بيقول عليه. بصوا النار عامله ازاي؟ هاديه. النار هاديه خالص، بيشوي بالطريقه دي اهي. طب ولازم نحط السيخ والشبكه كده زي ما انت عامل ولا عادي؟ في قبليهم بس انت ما صورتيهوش. اللي هو اللي في السيخ كان الحديد، عادية. صح؟ حديد. دول بعملهم حلوه قوي. ماشي، نعمل بقى شاي على الفحم. ما تنسوش لما تشووا مكان الفحم كده تعملوا براد شاي محترم. يلا يا مصطفى، عايزين بقى ايه؟ جزار يكتشفك. افتح لك كبابجي معايا. بنشكر حدا جدا جدا على هذا اللقاء، ونتمنى نشوفك في حلقات تانية جديدة. هاي هاي. هاي هاي.